السلام عليكم. عشان بس نحل القصة بتاعت سلالة كذا أفضل من سلالة كذا وسلالة كذا أفضل من سلالة كذا. مفيش حاجة اسمها السلالة الفلانية هي الأفضل على الإطلاق، ومفيش حاجة اسمها السلالة الفلانية هي الأسوأ على الإطلاق. ولكن كل سلالة لها مميزات وقصادها اليمة التانية عيوب. السلالة التانية هيبقى فيها يعني إيه؟ السلالة الفلانية بتتحمل مثلا بس ما بتديش صدر. السلالة الفلانية بتدي صدر بس ما بتتحملش. يعني لما تيجي تقارن ما بين السلالات شوف الوضع الأفضل ليك أنت. يعني أنا أعرف مزارع ما بيفلحش معاها مثلا غير الاي ار، لأن الوضع عندهم مش ما ينفعش معاه الافيان، ما ينفعش معاه الكاب، ما ينفعش معاه الكلام ده كله. وفي مزارع تانية اللي بيقدر يعني انا قلت لكم قبل كده الفرق ما بين الخمس سلالات ان الاي ار والروس هو الاعلى تحملا، لكن الكاب والافيان والاربو لو خدت بالك منه هيديك شغل محترم. يعني انا بحس ان الافيان ده هو الكاب ولاد ناس قوي، يعني عارف عايزين ايه. يعني تكون تعرف تتعامل معاهم. لو انت مش هتعرف تتعامل مع الافيان والكاب لا هات ايار. طيب لو انا اقدر اتعامل مع الافيان والكاب، اقدر اظبط له حرارته، اقدر اظبط له تدفئته، اقدر اظبط له تهويته، لا روح عند الافيان والكاب. اسرع في التحويل مش اعلى. في فرق ما بين اسرع واعلى، بمعنى ان وزن كذا لو انت هتوصله في الكاب والافيان عند مثلا سي 33 يوم في نفس المكان في نفس المناره في نفس كل حاجه، لا الاي ار توصله عند 35 36 نفس الوزن. فانت اختار اللي يناسبك، ما تقولش ده اوحش وده احلى. ما هو لو كان فيهم واحد هو الوحش على الاطلاق كان اختفى. لو كان فيهم واحد من الخمس سلالات هو الاحلى على الاطلاق كان قضى على التانيين. كنا كلنا يعني رحنا عند السلاله الفلانيه لان هي الافضل وخلاص. فاختار اللي يناسبك. وهضطر استاذن منكم بس لان لسه طريقنا طويل. ربنا يصلح الحال وصباحكم زي الفل يا شباب. سلام عليكم.